بسم الله ما شاء الله. معكم موسم البطاطس، أحد محاصيل العائلة الباذنجانية الجميلة اللي بتنزرع 7 شهور على مدار السنة. حاجة حلوة خالص. لازم ناخد بالنا في البطاطس لما تكون عمر من 60 ل70 يوم. نهتم بشطرات البوتاسيوم، تسميد نترات البوتاسيوم، البوتاسيومات. طبعا نعتمد على الماب، عناصر الماب والفوسفوريك عشان زيادة التبويض في البطاطس. حاجة بسم الله ما شاء الله، حاجة فوق الخيال اهيت. دي محصول البطاطس، عمر 80 يوم. بنهتم بالرش، طبعا نرش مادة الميتالوكسيل، مادة الكبريت الميكروني، مادة المنكوزيب، مادة الأزوكسيستروبين أو مادة فوستيل الألمنيوم. دي كلها مواد طبعا بتحمي النبات من البياض الدقيق والبياض الزاوي اللي هو الندوة البدرية والمتأخرة. وبنحافظ على طبعا الزراعة، على الري المنتظم والتسميد المنتظم. بنحافظ على الفوسفوريك أهم شيء، والفوسفور والماب والبك. وطبعا أكتر عناصر لو في حالة النمو الخضري العالي بنهتم بالبوتاس أكتر. طبعا ده أفضل شيء عشان يدينا إنتاج أعلى، ونوصل لأعلى إنتاجية من 25 ل35 طن على حسب الصنف، وعلى حسب النوع، وعلى حسب الزراعة اللي بتنزرع فيها في المعاد الزراعة. هي البطاطس بتنزرع 7 شهور من السنة، من شهر 8 حتى شهر 2. بتستمر، معظمها بتستمر طول السنة، بتنزرع 3 عروات. ونخلي بالنا من الري الكويس والتسميد الكويس، ونهتم بالري بدري، تسميد بدري. ونرش رش. معظمها بتحب طبعا الكالسيوم تسميد، البرون والبدنيم تسميد. وقبل الحصاد ب15 يوم لازم نحط اي حاجه زي موبوكوات صوديوم، ماده فيها مولبدنيم برون بتصفي لي العرش، او برون سطرات بوتاسيوم بتصفي العرش عشان يغذي الحبايه ويدينا حجم ولون وطعم ولون ابيض وريحه. ونخلي بالنا من اعفان الجذور، كبريتات النحاس او كسوكلور النحاس او برمنجانات البوتاسيوم، عشان الحبايه تكون بيضة معانا وحلوه وكويسه. ونركز برضو على الرشه مره فطري، ورشه مغذي، وبعدين رشه حشري. وكل الحاجات ديت طبعا خلينا نحصل على اعلى انتاج باقل تكلفه في محصول البطاطس اللي بيصدر لجميع دول العالم.